السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات وولاد وبنات الصف السني الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض درس جديد من الكتاب المدرسي لكتاب اللغة العربية للصف السني الابتدائي الترم التاني عام 2024. وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نموذج كتابة قصة. نشاط 1. رتب أحداث القصة واكتب الكلمة المناسبة كالمثال: البداية، المشكلة، النهاية. نموذج كتابة قصة. نموذج كتابة قصة. قصة هنا يعني ايه؟ يعني حكاية مكتوبة سواء كانت خيالية أم حقيقية أو الاتنين معا. يعني القصة دي ممكن الواحد يألف قصة من خياله، وممكن الواحد يكتب قصة حقيقية حصلت في حياته هو أو في حياة الآخرين، أي شخص تاني. قصة شافها في التلفزيون، قصة سمع عنها، قصة أشخاص اتقال عليهم في الجرايد والمجلات، أي قصة أو قصة من خياله التلميذ يعني. طيب القصة دي القصة المكتوبة دي سواء خيالية أو حقيقية ليها عناصر أساسية. أول عنصر معايا أول حاجة مهمة في القصة هي الشخصيات. الشخصيات يعني إيه؟ يعني الناس اللي بيمثلوا القصة. يعني القصة دي عن شخص اسمه أحمد، شخص تاني مثلا مع المعلم، مثلا قصة تانية في مهندس مع مامته. اي قصة فيها شخصيات يعني الناس اللي بتعمل القصة دي او بتمثل القصة دي. طب تاني حاجة الاحداث دي بتمثل 3 حاجات. الاحداث بتمثل 3 حاجات: البداية والمشكلة والنهاية. البداية يعني بداية القصة فيها ايه؟ المشكلة يعني القصة كلها بتدور حوالين مشكلة معينة. المشكلة دي يعني أصل القصة من غير مشكلة ومن غير الحل بتاعها ما بتبقاش قصة، بتبقى كلام وخلاص. لا، القصة ليها أساسيات، فلازم يكون فيها مشكلة ولازم يكون ليها بداية. طب تالت حاجة ايه؟ النهاية. نهاية القصة اللي هي بيكون فيها الحل بتاع المشكلة دي اسمها الأحداث. يبقى أول حاجة الشخصيات، تاني حاجة الأحداث بتنقسم ل3 حاجات: بداية ومشكلة ونهاية. تالت حاجة المكان. رابع حاجة الزمان. المكان يعني أحداث القصة دي بتدور في مكان ايه؟ مثلا في الفصل في المدرسة، ولا في المنزل، ولا في مكان العمل كمهندس مثلا بيشتغل فحصل في مكان العمل، ولا في الشارع، ولا فين بالظبط. تمام. الزمان. رابع حاجة الزمان يعني حصلت امتى؟ ليلا ام نهارا؟ تمام. طيب هنا اول حاجة رتب احداث القصة. عايزين نرتب احداث القصة. النجوم دي هرتب فيها الاحداث. هو رتب اول حاجة هي اللي هي البداية. طب تاني حاجة البداية دي كانت ايه؟ كان ولد ماشي في الطريق أو يسير في الطريق بمفرده. طيب تاني حاجة، هل تاني حاجة الولد وقع وحد ساعده، ولا وقع الأول من غير ما حد يساعده؟ وقع الأول من غير ما حد يساعده، فدي تاني حاجة، دي رقم 2. دي اللي هي دي البداية. طيب تاني حاجة اهي البداية أول حاجة. طب تاني حاجة المشكلة ولا النهاية؟ النهاية دي يعني آخر القصة. لا طبعا تاني حاجة تبقى المشكلة. يبقى تاني حاجة المشكلة.
المشكلة هنا يعني على حسب الصورة الولد حصل له ايه؟ هو وقع الولد في الطريق. طيب تالت حاجة هنا، دي تالت حاجة اللي هي النهاية. تالت حاجة النهاية، هنكتب النهاية. النهاية حصل فيها ايه؟ جاء صديقه ليساعده. طيب مكان القصة هنا ايه؟ المكان طبعا اللي هو في الطريق او الشارع، يعني هنكتب في الطريق. طيب الزمان، انتوا شايفين الدنيا نهار والشمس طالعة، ولا الدنيا ليل والقمر طالع؟ او الدنيا ليل لان السماء مغيمة لونها على ازرق غامق او كحلي يعني، والقمر طالع اهو. القمر طالع، دي مش شمس، الشمس بيبقى لونها اصفر، ده القمر. يبقى الزمان ليلا او في المساء، يا اما نكتب ليلا يا اما نكتب ايه في المساء. انا هكتب ليلا او في المساء. طيب هنا برضو احداث، ده رقم الف وده رقم ب. قصة تانية هنعمل هنا في النجوم، جوه النجوم دي هنعمل فيها هنرتبها 1 2 3 على حسب البداية والمشكلة والنهاية. طيب هنا اول صورة، الصورة الاولى ولد يذهب مع صديقه ليعرفه على الأسرة. دي الصورة طبعا مش ده الترتيب، انا بقولكوا الصورة دي كترتيبها على حسب اللخبطة اللي هو يعني هو ملخبط الطفل، مش عاملها بالترتيب، احنا اللي هنرتبها. هنا الصورة دي الولد مع صديقه عشان يعرفه بالأسرة بتاعته. طب الصورة دي الولد هنا بيلعب في الحديقة. طيب الصورة دي وجد صديقه حزينا بمفرده اهو. الولد ده لقى صديقه التاني اللي قاعد على الديسك ده قاعد حزين وحاطط ايده على خده. طيب هنرتب احداث القصة. اول حاجة البداية، فين البداية؟ البداية هي ان الولد بيلعب في الحديقة، قاعد يلعب في الحديقة، يبقى دي البداية. يبقى اول صورة اللي هي الصورة اللي في النص دي رقم 1، وهنكتب تحت البداية. طيب الصورة التانية حصل ايه؟ هل خد صديقه وتعرف على عيلته، ولا شاف صديقه الاول حزين؟ شاف صديقه الاول حزين، يبقى دي رقم 2. يبقى دي كده المشكلة. طب رقم 3 اهي، ان هو بعد ما لقى صديقه حزين خده عشان يعرفه بعيلته ويعني ايه، يعني يخرج من حالة الحزن الى حالة الفرح مع عائلته. دي رقم 3، ودي كده النهاية. طبعا الكلام اللي فوق اللي بالاصفر بنحطه هنا، وبرضو نفس ال3 كلمات دول بنحطهم هنا في الصور اللي تحت برضو. يبقى دي النهاية. طيب المكان والزمان. المكان طبعا المكان هنا في الحديقة، انتوا شايفين اللون اخضر واشجار، يبقى هنا في الحديقة. طيب الزمان طبعا مش بالليل، الدنيا نهار اهي والشمس طالعة، يعني النور باين فيه، انما هنا كان الظلام باين فيه، يبقى هنا في النهار او في الصباح. في الصباح. طيب هنا اقرأ وارسم. اقرأ وارسم البداية والمشكلة والنهاية. هنرسم من دماغنا؟ لا، هنرسم بناء على الكلام اللي كاتبه في الكتاب. اول صورة ذهبت الى المدرسة في الصباح، هنرسم شخص
اللي هو التلميذ، انت يعني هترسم نفسك وانت رايح المدرسة. لو بنت هترسم بنت رايحة المدرسة، لو ولد هيرسم ولد رايح للمدرسة. طيب، وفي دي ايه البداية، دي البداية ان انا لسه رايح المدرسة في الصبح، يبقى دي البداية. طب المشكلة، المشكلة اللي بتقوم عليها القصة، اللي هي ايه المشكلة؟ وفي وقت اللعب وجدت صديقي يجلس وحيدا، وهو بيلعب اهو لقى صديقه قاعد على الارض وحيد، من غير ما حد بيلعب معاه، ولا هو بيضحك ولا بيلعب مع حد، قاعد لوحده. طيب، دي المشكلة. النهاية اللي هي اخر حاجة في القصة، اخر حاجة النهاية حصل ايه؟ فذهبت اليه ولعبت معه وامضينا وقتا ممتعا. انا رحت لصديقي وبقينا نلعب مع بعض سوا بالكورة وامضينا وقتا ممتعا، يعني مر علينا الوقت واحنا مبسوطين وايه وسعداء. فكل تلميذ هيرسم على حسب الكلام ده، يعني ذهبت الى المدرسة في الصباح هيرسم نفسه وهو رايح المدرسة، وهيرسم في الصورة التانية في المشكلة ان هو بايه وهو بيلعب لوحده لقى ايه صديقه حزين او وحيد. طيب، في الصورة التالتة اللي هي النهاية ان هما الاتنين بيلعبوا سوا. كتابة قصة. نشاط: اختر من الجدول واكتب قصة بخط جميل وإملاء صحيح، ثم ارسمها. الشخصيات هنرسم هنا في المربع اللي مفيهوش سطور بنرسم فيه، والمربع اللي فيه سطور بنكتب فيه. الشخصيات: معلم أو معلمة، أب أو أم، صديق أو صديقة، ولد أو بنت، ضابط. يعني ايه احنا هنكتب في الكلام ده كله؟ لا، احنا هنكتب الشخصيات، يعني القصة اللي انا هختار فيها يا اما اكتب عن المدرس او المدرسة بتاعتي، او هكتب عن بابا او ماما، او ممكن اكتب عن صديق ليا او صديقة ليا، او ممكن بلاش اكتب الكلام ده كله واكتب عن ولد او بنت، يعني اكتب قصة عن ولد، او اكتب قصة عن بنت، او اكتب قصة عن ضابط. دي الشخصيات، يعني هختار شخصية واحدة واكتب فيها، والباقي مش هكتب فيه حاجة خالص، هي حاجة واحدة في الشخصيات. طب المكان، يا اما المكان اللي انا هختار اكتب فيه هكتب فيه عن المكان، البيت او الحديقة او المدرسة او الشارع او النادي. يعني ممكن اختار ان انا ذهبت إلى الحديقة، ممكن أكتب عن الحديقة مثلا: ذهبت إلى الحديقة أنا وأبي وأمي لنلعب مع أصدقائي في الحديقة صباحا. تمام. طيب، دي كده الجزء الأول. المشكلة فين بقى؟ المشكلة ان لازم يبقى في مشكلة في القصة. المشكلة عندما ذهبت الى الحديقة لم اجد احد يلعب معي، ثم وجدت صديقة، ثم وجدت ولد اهو، وراح فين ولد اهو، في ولد اخر في الحديقة بمفرده، فطلبت منه ان يلعب معي. الحل المشكلة بقى أو النهاية، فسمح لي الولد باللعب معي، فلعبنا سويا وكنا سعداء وأصبحنا أصدقاء. دي قصة فيها البداية وفيها المشكلة وفيها النهاية. وممكن أقول عنوان للقصة دي إيه؟ ممكن أقول مساعدة الغير، أو مساعدة الغير، أو مساعدة الآخرين. ممكن أكتب عنوان القصة مساعدة الآخرين. تمام، دي قصة. طيب، ممكن أختار قصة تانية واكتبها مثلا ليلا. تمام، أي قصة في دماغ أي طفل.
طيب هنا هكتب حاجة تانية غير القصة اللي انا قلتها، هكتب قصة تانية. هكتب ايه؟ عنوان القصة مش هكتبه دلوقتي، هكتبه في الاخر. طيب هنا البداية هنا هكتب البداية ايه؟ هقول مثلا هكتب عن ولد او ولد اسمه حمزة مثلا. هقول ذهب حمزة الى المدرسة صباحا، وفي اثناء الحصة طلب المعلم كتابة الدرس. هكتب كده ذهب حمزة، ده كده الولد، انا بكتب عن شخصية ولد اسمه حمزة. ذهب حمزة الى المدرسة. طيب اختار ايه بقى؟ راح المدرسة امتى، صباحا ولا ليلا؟ لا صباحا. نقطة. وفي أثناء الحصة طلب المعلم كتابة الدرس. وفي أثناء بالس، طبعا نكتب بخط جميل الحصة وإملاء صحيح. طلب المعلم كتابة الدرس. دي كده في البداية، وطبعا هنرسم هنا. طيب المشكلة بقى فين؟ فين المشكلة؟ ماشي، بعد ما طلب المعلم كتابة الدرس، يعني كتب الدرس على السبورة وقال للتلاميذ اكتبوا الدرس. فين المشكلة؟ المشكلة بحث حمزة عن أدواته فلم يجدها. بحث حمزة عن أدواته فلم يجدها. فتذكر أنه نسى أدواته في البيت أو في المنزل. هو كاتب إيه؟ البيت. فتذكر أنه نسيها بالبيت. طيب هنا المشكلة. طب النهاية بقى، يعني الحل بتاع المشكلة. طلب حمزة من صديقه، طلب حمزة من صديقه. طبعا حمزة ده اسم بيتغير، ممكن اقول جنى، جوجي، ريتاج، رفايدة كبنت، كولد احمد، محمد، مصطفى، ابراهيم، ادم، اي حاجة. من صديقه ان يعطيه قلما. طب بعد ما اداله القلم يعني حصل ايه؟ وبعد انتهاء، لما الحصة انتهت، الحصة شكر حمزة صديقه. هنا هنرسم ايه؟ حمزة وهو رايح ايه؟ المدرسة. خلاص اهو، هنرسم اي حاجة، اي ولد كده هيبقى ايه؟ رايح المدرسة. اي حاجة يعني، انا رسمي مش حلو اوي. تمام، هيبقى رايح للمدرسة.
هدي كده الشبابيك. تمام. بحث حمزة عن أدواته فلم يجدها، فتذكر أنه نسيها بالبيت. يبقى دي كده ايه؟ السبورة، وايه دي؟ المعلم. تمام. وهنا بقى ايه الديسك اللي قاعد عليه ايه؟ حمزة وصديقه. انا برسم اي حاجة على فكرة، انا مش بعرف ارسم. تمام. بس اي حاجة من خيال الطفل. طلب حمزة من صديقه ان يعطيه قلما. اهو هنرسم كده حمزة ونرسم صديقه وهو ايه بيديله القلم. اي حاجة. ومع التلوين انا بساعد، مش بجبر الناس ولا بجبر الاطفال ان هما يرسموا نفس الرسم اللي انا رسماه. انا بساعد، بدي افكار بس مش اكتر. تقييم ذاتي لكتابتي. معايير التقييم: كتبت عنوانا للقصة. هل انا كتبت عنوان للقصة؟ انهي قصة دي؟ وانا كتبت قصة؟ اهي اهي دي القصة. عنوان القصة. ممكن برضو مساعدة الآخرين، مساعدة صديق، بلاش الآخرين، مساعدة صديق أو مساعدة الآخرين. تمام. طيب معايير التقييم: كتبت عنوان القصة. هل أنا كتبت عنوان القصة؟ اللي هو مساعدة صديق. لو أنا عملت كده هعمل صح هنا أو أرسم نفس الإيموشن ده هنا. طب ما عملت او ايه، عملت بس العنوان طلع مش مظبوط اوي، يبقى هنا. طب ما عملتش واتلخبطت كتير، يبقى هنا. ما كتبتش حاجة خالص، يبقى هنا. تمام. طب كتبت بداية. انا كتبت بداية ولا ما كتبتش؟ كتبت مشكلة. هل انا كتبت نهاية للقصة؟ يبقى انا كتبت هنا وكنت ممتازة ولا كنت جيد جدا ولا جيد ولا مفيش؟ طيب حددت زمان القصة. هل انا كتبت الزمان اللي هي مساء او صباحا؟ كتبت. طيب حددت مكان القصة. هل انا كتبت المكان اللي هو مثلا في المدرسة؟ انا كتبت في المدرسة. يبقى انا عملت مكان. الخط كان جميل ولا لأ؟ الإملاء كانت صحيحة ولا لأ؟ سأعيد كتابة قصة بعد التقييم الذاتي. أنهي قصة بقى؟ الكلام ده كله هنكتبه تاني. الكلام ده هنكتبه تاني. ذهب حمزة إلى المدرسة. أهو ده المكان، ده المكان المدرسة. صباحا ده الزمان، نقطة. وفي أثناء الحصة بتاعت اللغة العربية، أي حصة، طلب المعلم كتابة الدرس، نقطة. وكمل. مكتبش من أول السطر الجديد زي ما احنا عاملين هنا، هو بيفصصها. لا، هنا هكتب كله جنب بعضه. بحث أو فبحث حمزة عن أدواته فلم يجدها، فتذكر.
لما ما وجدش أدواته افتكر إنه نسيها فين؟ بالبيت. نقطة. طلب حمزة من صديقه أن يعطيه قلما. وبعد انتهاء الحصة شكر حمزة صديقه. تمام. لاحظ وتعلم. اكتب اسم كل صورة وأضف إليه التنوين المطلوب. ايه هو التنوين يا سنة تانية؟ التنوين فيه تنوين فتح وتنوين ضم وتنوين كسر. ده التنوين. تنوين يعني شرطتين، الشرطتين فوق تبقى فتح، الشرطتين تحت الحرف يبقى كسر. ضم يعني ايه؟ واو كده مقفولة، واو 2 مقفولة. تمام. طيب هنا كده عايزين نكتب ايه الكلام ده. طب سنة تانية، هي الكلمة لو اخرها تاء مربوطة هتبقى عليها مثلا فتحة. مثلا لو قلنا اهي، لو قلنا تفاحة، لو قلنا تفاحة، التفاحة اخرها تاء مربوطة. لو قلنا بالفتح هتبقى عليها شرطتين من فوق، لو قلنا بالكسر هتبقى عليها شرطتين من تحت، لو قلنا بالضم هيبقى عليها ضمتين اللي هي الواو 2 دي فوقيها. سهلة. طيب لو ما كانش فيه تاء مربوطة، تمام، عايز اعمل ايه؟ تنوين فتح غير كلمة فيها تاء مربوطة، يبقى لازم اعمل الف عليها شرطتين. زي ايه؟ زي كلمة مفتاح. مفتاح اخرها حاء مش اخرها تاء مربوطة، فعشان احط التنوين ما اكتبش مفتاح كده، مفتاحا كده غلط. الكلمة دي غلط. امال ايه الصح؟ الصح كده، مفتاحا الحاء وبعديها الف عليها تنوين. طب مفتاح عاملها الف وتحتها كسرتين؟ لا، امال بتتكتب كده مفتاح كسرتين كده. اشمعنى هي كده؟ مفتاحا بالتنوين فوق بتبقى الف عليها تنوين. طب مفتاح كسرة عادية بس بدل كسرة واحدة بتبقى كسرتين. طب مفتاح اهي، مفتاح عليها ضمتين. خلاص اهي عليها ضمتين عادي. هي كل الكلام عليه مفتاحا، المشكلة الوحيدة انها بيبقى فيها تنوين فتح، بيبقى الف عليها فتحتين بس، انما بقية الكلام عليه ضمتين اللي هي بالضم او بالكسرة. زي ايه؟ تنوين بالكسر زي ايه الكلمة دي. تمام. هي كله عادي ما عدا بس الفتح. طيب عايز هنا تنوين بالفتح، ده اسمه ايه؟ مفتاح. هكتب مفتاحا، الالف عليها تنوين فتح يعني ايه؟ شرطتين كده من فوق. طيب عايز بالضم، جمل هتبقى جمل. اللام عليها ضمتين. طيب تنوين بالكسر، تفاحة هكتبها عادية، هو عايزها كسر، تفاحة يبقى تفاحة عادية واخرها ايه؟ شرطتين كسر. سنة تانية، في ناس كتيرة قوي بتتلخبط في الاملاء وتكتب مثلا اللي هي تفاحة، لا بلاش تفاح، جمل بتكتب كده جمل. هل الكلمة دي صحيحة؟ جيم ميم لام واو نون انطقها جملون؟ لا، جمل. دي مش معناها واو نون، لا،
امال ان دي معناها ايه؟ معناها تنوين. جمل، جمل تنوين بالضم. طب جمل اكتبها كده جمل كده، جمالين؟ لا غلط برضو. الله، امال جمل ازاي؟ اهي جمل، جمل عادي واخرها كسرتين. ان دي معناها مش نون، دي تنوين بالكسر. ان مش معناها واو نون، دي تنوين بالضم. طب جملا برضو مش جمل، جملا اهي، جملا دي برضو غلط. امال برضو ايه؟ فتحتين من فوق. تمام. انما مش اكتبها، ما اكتبهاش الف ونون وواو ونون وياء ونون، غلط. التنوين ما بيتكتبش بالنون خالص، هي الكلمة عادية جمل واخرها فتحتين كسرتين ضمتين على حسب التنوين. طب تفاحة برضو فتحتين ضمتين كسرتين. طب مفتاح برضو ايه؟ فتح، هي الوحيدة برضو مش مفتاح بس، هي كل الكلام بيبقى اخرها الف وعليها ايه؟ فتحتين. مفتاح بتبقى الكلمة عادية تحتها كسرتين، مفتاح كلمة عادية وعليها ضمتين بس كده. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض بقية الأسئلة. نشاط 2، صنف الكلمات في الجدول الآتي: ليلا، فوق، تحت، صباحا، قبل، عند، بعد، بين. ليلا دي أنا بتكلم في الزمان ولا المكان؟ هل ده ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ ليلا بتكلم صبح زمان ولا مكان؟ زمان. طب فوق، فوق الشجرة يبقى مكانه ان هو فوق الشجرة، يبقى فوق ده في المكان. تحت، تحت الشجرة برضو ده مكانه، مكان القطة انها واقفة تحت الشجرة، يبقى تحت ده مكان. طب صباحا، الشمس ساطعة صباحا، صباحا. طب صباحا دي الشمس او ظهرت الشمس صباحا، صباحا دي ايه؟ هل مكانها الصبح يعني بتقف كل يوم الصبح كده، ولا بتظهر الصبح يعني ده زمانها الصبح؟ مش بتظهر لا بتظهر الصبح يعني ده زمان، مش واقفة في مكان معين يعني. يبقى الشمس ساطعة صباحا دي ايه؟ دي زمان. طيب قبل، غسلت يدي قبل الأكل. قبل يبقى ده امتى؟ امتى؟ مادام قلت امتى السؤال عليها بامتى يبقى ده زمان. طب عند السؤال عليها أين؟ أين أين القطة؟ عند البيت أو عند الشجرة. عند دي يبقى مكان. طيب بعد، غسلت يدي بعد الأكل، يبقى امتى بقى غسلت ايدي؟ بعد الأكل، يبقى بعد دي ظرف مكان زمان، ظرف زمان. طيب بين، القطة تقع بين الشجرتين، يعني في النص كده بين الشجرتين، يبقى دي بين دي مكان، ظرف مكان. طيب رقم 3، أكمل بالكلمات المناسبة. رمزا، نقوش، لقب الجرانيت حازت. أجدادنا الفراعنة نحتوا من نقط معابد الجرانيت. أجدادنا الفراعنة نحتوا من الجرانيت معابد عليها نقط زاهية. اللي زاهية؟ النقوش، نقوش زاهية. كانت ايه لحضارة؟ نقط على احترام جميع شعوب الأرض له. كانت رمزا لحضارة حازت على احترام جميع شعوب الأرض له، واتخذوا منها علما لقب بعلم المصريات. آخر صفحة معانا. عبر عن كل صورة بالفعل المحدد بجانبها. فعل مضارع، عايزين نحط فعل مضارع. أفعال المضارع
يعني أولها إيه؟ ياء أو تاء، الياء المذكر والتاء للمؤنث، مش كل الحاجات اللي أولها ياء أو تاء تبقى فعل مضارع. زي تسنين، هل تسنين دي فعل مضارع ما أولها تاء أهي والمؤنث؟ لا، تسنين ده اسم بنت. طيب مثلا يشاهد فعل مضارع، الماضي بتاعه شاهد. يذاكر فعل مضارع، الماضي بتاعه ذاكر. طب لو بنت، تشاهد البنت، يبقى ده فعل مضارع. طب تلعب، أولها هتاء، يبقى ده أول الماضي بتاعها لعبت. ماشي، ده فعل مضارع. طيب مثلا يعزف، يعزف الولد على البيانو، يعزف ده فعل مضارع، الماضي بتاعها عزف أو خلاص عزف. طيب ايه يكسر، يطبخ، يلعب، يسكن، اي حاجه، اي حاجه اولها ياء او تاء، الياء المذكر والتاء للمؤنث، دي كلها افعال مضارع. طب هنا الولد بيشوف التلفزيون او بيشاهد التلفزيون، طب هنقول ايه؟ يشاهد ولا شاهد وخلاص؟ لا، لسه بيشاهد، ما هو ماسك الريموت وبيشاهد ايه؟ التلفزيون، لسه بيتفرج على التلفزيون، حاجه مستمره، حاجه لسه موجوده، يبقى دي فعل مضارع. طب الفعل الماضي يعني طفى التلفزيون وقام ينام مثلا، يبقى ده كده شاهد التلفزيون وخلاص. تمام. هنا بقى الفعل المضارع يشاهد، هيشاهد ايه؟ يشاهد الولد، يشاهد ايه بقى؟ التلفاز، يبقى يشاهد الولد التلفاز. طب فعل ماضي، هنا الولد كل الاكل كله اهو وخلص الطبق وملى بطنه كمان. طيب هنا عايزين فعل ماضي، ماضي يعني حصلت وخلاص، مش لسه بتحصل. يعني اقول مثلا يأكل احمد طعامه، هو الاكل لسه موجود في الطبق وهو ماسك المعلقه وبياكل؟ لا. طيب يبقى ده مش فعل مضارع، انا عايز فعل ماضي، ماضي يعني حاجه انتهت، حاجه حصلت وخلاص، اللي هي ايه؟ اكل احمد طعامه او اكل الولد طعامه. تمام. طيب هنا بقى اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة. ذات صباح في الحديقة كان هناك سباق بين السلحفاة والأرنب. بدأ السباق وجرى الأرنب سريعا لكنه شعر بالإرهاق فنام، واستمرت السلحفاة في السير حتى وصلت إلى خط النهاية وفازت بالسباق. فاز بالسباق، هنا مين اللي فاز بالسباق؟ تعالوا كده نشوف. استمرت السلحفاة في السير حتى وصلت إلى خط النهاية وفازت بالسباق، يبقى مين؟ السلحفاة. تمام. طيب معنى إرهاق، فين إرهاق دي؟ أهي، لكنه ده الأرنب، لكنه شعر بالإرهاق فنام. يعني ايه ارهاق؟ يعني من كتر ما هو عمال يجري كده بسرعه عشان يسبق السلحفه تعب وايه ونام، وهو مطمن ان السلحفه مش هتلحقه لانها بطيئه، فعشان كده ايه؟ قال اخد يعني انام كده شويه. فارهاق يعني ايه؟ جوع، يعني لقى نفسه جعان فنام، ولا تعب فنام، ولا عطش فنام؟ اكيد الجوع هياكل، وعطش يعني هيشرب، انما ده تعب. ارهاق يعني تعب، تعب فنام. طيب شخصيات القصة، شخصيات القصة هنا ايه؟ طبعا مفيش غير السلحفاة والأرنب، يبقى شخصية القصة السلحفاة والأرنب. مكان القصة كان مكانها فين؟ اهي ذات صباح في الحديقة، يبقى في الحديقة. زمان القصة قالك ذات صباح، يبقى صباحا. تعلمت من القصة ايه وايه؟ تعلمت من القصة الإصرار والعزيمة، الإصرار على النجاح والعزيمة على عدم الفشل.
عايزة انجح، هصر يبقى عندي اصرار يعني على النجاح، وعندي عزيمة ان انا ما افشلش ابدا في حياتي. يبقى الاصرار والعزيمة. خلاص، وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، واشوفكم على خير المرة القادمة. وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.